السلام عليكم متتبعين، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم وصفات أطفالي. اليوم جيتكم فيديو جديد بوصفة جديدة كيف ما عودتكم دائما بالوصفات ديالي البسيطة والمتواضعة. كنتمنى منكم أنكم أخواتي ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والبارطاج القناة. الله يجازيكم بخير. إلا لقيتونا أنني كنستحق ما تنسونيش من الدعم. الله يجازيكم بألف خير. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الرضا ديالكم ونكون خفيفه الظل على قلوبكم، ونتمنى ان وصفاتي ينالوا الرضا ديالكم. وعواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش تمنيتو يا ربي. يلا نبداو الفيديو ديالنا بسم الله على بركه الله. عندي 3 الكيسان ونصف ديال السميده رقيقه كيف ما شفتوا معايا. غادي نضيف تقريبا نصف كاس ديال السكر سنيده، ممكن انكم تنقصوا. عندي كاس ايضا ديال الكوك كيف ما شفتوا معايا، الكوك اللي يكون رقيق. وعندي نص كاس ديال الزيت نباتيه. ممكن ديروا حتى ل4 الكيسان، انا درت يعني غير 3 ديال الكيسان، خرجت لي يعني كميه لا باس بها. ضفت ايضا هنا بيضه متوسطه الحجم، وعندي معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه. درتها ودرت عليها شويه ديال الحليب، وغادي نخلطهم ونخليها حتى تفاعل ليا باش دغيا تعطي المفعول ديالها في الحريشات ديالنا. وغندير ايضا رشيشه ديال الملحه. هنايا حامضه كنحك ليها غير القشره ديالها الفوقانيه باش كتعطي واحد لوغو اللي هو زوين. الا عندكم الفاني ممكن انكم ديروا الفاني. انا ما عنديش، استغنيت عليه، درت الحامض حتى هو كيعطي واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. وعندي نصف كاس ديال الزبيب، داك الزبيب البنات اللي يكون رقيق باش ما يخرجش لكم من الحرشه ديالكم ويتحرق. وعندي 2 خمارات من وزن 8 غرام. غادي نخلط المكونات كامله اللي قدمت معاكم، وندوز ان شاء الله باش ندير الخميره والحليب. هما كيبقاو هما اخر حاجه، يعني الخميره اللي درتها في الحليب باش تضاعف كتبقى هي، والحليب باش غادي نعجن اخر حاجه. درت الخميره وهنا كندوزو باش نجمعوها. ما تجريوهاش بزاف وفي نفس الوقت ما تخليوهاش قاصحه. راه الفيديو شارح نفسه بنفسه، يعني شوفوا معايا كيفاش غادي نحصل على العجين في الاخر. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، وما تنسونيش من الدعم ديالكم والبارطاج واللايكات. الله يجازيكم خير الجزاء. غادي نجمعها ان شاء الله ونرجع مع خواتاتي. بعد ما جمعتها كيكون هذا هو القوام ديالها، وغادي نخليها ترتاح لمده 15 دقيقه. بعد ما ارتاحت ليا جبت هنايا نص كاس ديال الكوك ونص كاس ديال السميده رقيقه، خلطتهم مع بعضياتهم باش غادي نفندها كامله في داك الكوك والسميده رقيقه. على هاد الطريقه هذه كنديروا كويرات، يعني يكونوا متوسطين الحجم. الا بغيتوا ديروهم يعني كبارين ممكن انكم ديروهم كبارين، لكن هكا ملي كيكونوا صغار كيجي الشكل ديالهم زوين ومحيدقين كيف ما كنقولوا. انا غادي نفندهم كاملين، ماشي غير الوجه ديالهم، كنفندهم كاملين وكنديرهم في سطح في صفيحه عفوا الفرن. بعد ما دهنتها بالزيت غادي نستمر بهذه الطريقه هذه اخواتي وان شاء الله ونرجع معاكم. بعد ما كملتهم كاملين وفندتهم وستفتهم كاملين في صحيحه ديال الفرن، دخلتهم الفران. النار تكون فوق منهم، نار اللي هي مهيله، يعني سخن الفران من قبل، سخنته من قبل ودرت نار اللي هي مهيله، وكيجيو على هذا الشكل هذا وكيتشقوا
حتى كيتشقوا كنطلعوهم يعني الفوق باش يطيبوا لينا من التحت. ولا عندكم فران يعني كيشعل من الفوق والتحت كان احسن. كنتمنى انكم اخواتي ما تنسونيش من اللايكات وبارطاج القناه. ما يبقى لي الا نودعكم ونضرب لكم فيديو موعد عفوا الى فيديو قادم بحول الله. مع السلامه، دمتم في رعايه الله وحفظه.